السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين نونوبال. غادي نجي ان شاء الله اليوم هاد الكيك ديال التفاح. كيجي زوين بزاف، كيجي واخا كيكه ديال التفاح عاديه، ولكن الطريقه باش مخدومه والمكونات اللي فيها كيردوها يعني كيك راقي وجميل والمذاق ديالو روعه. تبعوا معايا باش تشوفوا كيفاش غندير. اول حاجه كنديروها كناخذوا التفاح وكنخولوا القلب ديالو، واما كنقيوه اما كنخليوه بقشور كما بغيتو. المهم نقطعوه واحد الشرائح اللي تكون رقيقه بزاف باش ما كياخذ الوقت في الطياب وكيطيب لينا دغيا. التفاح على حسب، ممكن من 2 حتى ل3 على بغات التفاحات على حساب الحجم ديال التفاح اللي عندنا. غادي نقطعوه على هذا الشكل هذا كما غتشوفوا، وغادي ندوزو نصاوبوا العجينه. عندنا جوج ديال الحوايج، عندنا العجينه ديال الطحين وعندنا العجينه اللي غادي نديرو بالبودره اللوز. غادي نوجد الاولانيه اللي غتجي من الفوق، اللي غادي ندير فيها 2 معالق ديال لا كريم فريش او القشده الطريه القاصحه ايبيس. غادي ندير معاها بيضه، وغادي ندير معاها 2 معالق كبار ديال هاد البودره ديال اللوز اللي كنشرينا على هاد الشكل هذا، اولا اللوز يكون منشفينو مزيان وطحنينو غبره. غادي نزيد معاه السكر على حسب الذوق، انا درت 2 معالق ديال السكر، وغادي نخلط هادشي ونحتفظ به. من بعد غندوزو نصاوبو العجينه ديال الكيك، وهو غادي نديرو فيه البيض. غادي ندير 2 بيضات كما كتشوفوا، المكونات بسيطه ما فيهاش حوايج بزاف. غادي ندير 2 بيضات، هادو الوليدات ديال البنيته ديالي ديما كتعاوني كما كتشوفوا في الفيديوهات. درت 2 بيضات. انا غادي ندير السكر، درت 6 ديال المعالق ديال السكر. غنعطيكم كلشي بمعالق باش يجيكم كيك ساهل ونعقلوا عليه بلا ميزان. شويه ديال الفاني، اي فاني عندكم سائل او غبره. وغادي ندير الزيت، اللي غادي ندير 6 د المعالق كذلك ديال الزيت نباتيه. غادي نخلط واحد شويه، ومن بعد غادي نزيد الحليب 5 ديال المعالق ديال الحليب كما كتشوفوا. نخلط عاوتاني، ما ننساش قبيصه ديال الملحه بحال ديما. ومن بعد غادي نزيدو الطحين، درت 7 ديال المعالق ديال الطحين، غربلته مزيان. وغادي نزيد الخميره ديال الحلوى، يعني واحد المعلقه صغيره عامره مزيان، اولا ساشي ديال 7 غرام. وغادي نخلط هادشي مزيان حتى ما يبقاش فيه الكويغات. العجينه كتجي خفيفه كما شفتوا، ما تجيش ثقيله بزاف باش ما يجيناش الكيك معجن وثقيل. غادي ناخذ واحد المول، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت او الزبده وندير له شويه ديال الطحين. انا خديت مول ديال السيليكون، وغادي نفرغ فيه هاد العجين هذا اللي صاوبنا ديال الكيك اللي بالطحين. ومن بعد غادي نستف فوق منه ديك شرائح ديال التفاح اللي درنا. كما كنأكد عليكم يكونوا رقاقين بزاف، ولكم الاختيار، اما نقيو التفاح ولا خليوه بقشورو. انا خليته هنايا بقشورو. غادي ندير هكذايا ذره في الجناب وفي الوسط. ومن بعد غادي ناخذ ديك العجين او ديك الخليط اللي كنت صاوبت في الاول بالبودره ديال اللوز اللي فيها بيضه و2 معالق ديال كريم فريش واللوز والسكر، وغادي نفرغو فوق من التفاح. ممكن نكتفيو بحال هكذا، نديرو ديك التفاح ونخويو هذاك هاد الخليط هذا د اللوز وندخلوها الفران. انا فضلت انني نزيد مازال التفاح من الفوق باش يجي باين ويجي عامر بالتفاح. كل ما كيجي عامر بالتفاح كل ما كيجي الكيك خفيف وما فيهش العجينه بزاف. دخلته الفران، طاب تقريبا واحد ما بين 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، والمراقبه على حسب السمك ديال الكيك. انا هنا عندي الكيك ما عاليش بزاف. وغادي نقلبو هكذايا مباشره في طبق التقديم كما كتشوفوا. دهنته بشويه ديال اما الناباج ولا كونفيتور. انا عندي هنا كونفيتور ديال المشماش باش يعطي ديك لا بريونس من الفوق وما يبقاش ديك التفاح اللون ديالو باهت. هكذا كتكون وجدات الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، سهله بسيطه ولكن كتجي زوينه بزاف وكتجي فازقه، ما كتجيش ناشفه. الكيك طايب مزيان من التحت، وديك اللوز اللي من فوق منها ديك الخليط ديال اللوز كيجي عاطي هذيك الفزوقيه من الفوق ومرطبها. وكتجي ديك 2 طبقات ديال التفاح مشبعه بلي فخوي، ما فيهاش العجينه بزاف. ممكن نتناولوها
سخونة دافية، يعني غير دافية ما تبردش بزاف، كتجي هائلة. ولا التفاح كيجي يمكنلو يتنكل سخون، أولا نخليوها حتى تبرد ونقدموها ديسير بارد مع اون كلاص بالفاني ولا هكداك بوحديتها. نتمنى تجربوا هاد الوصفة لأن عن جد وصفة رائعة بزاف وكتحمر الوجه. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. السلام عليكم.